كان منتشر وكان موجود في ميدان تقسيم واستقلال. طبعا اللي بيتكلموا على كميات الغاز، بص كميات الغاز اللي موجوده هنا. امبارح كانت ناس بتعلق يقولوا انتوا ازاي، قال له ارقد على الارض. واعتقد يعني التريد وكم ضرب الغاز بشكل مباشر هي نفس البنادق اللي كانت بتطلع ويقول ده بيضرب خرطوش او ده بيعمل حاجه. ده مش بنقوله دفاعا عن اي نوع من انواع العنف ولا نوع من انواع اذا كان الشرطه تستخدم عنف مع متظاهرين، مش دفاعا عن حد، بس في نفس الوقت بنتكلم على الناس اللي موجودين في بلاد بتقول انتوا عندكم كذا بيحصل وعندكم كذا حصل ومجلس الامن. طب ليه مجلس الامن لم يتدخل في احداث زي احداث تركيا؟ ليه ما سمعناش حتى اي تعليق من التعليقات اللي ممكن يعني تتقال ولو حتى من باب زر الرماد في العيون اننا ما نشوف ده؟ طبعا هنا شايفين طبعا الميدان اصلا فاضي، يعني الناس دي لا هي حتى خيم في وسط الميدان ولا هي بانيه بالخرسانه المسلحه ولا هي عندها دروع كانت بتاعه الشرطه وهم بيستخدموها، ولا واقفين بواحد مستخبي من هنا وواحد مستخبي من هناك. شايفين ان هم ناس شباب شبه شبابنا اللي كانوا موجودين في الميادين في كل الاوقات على مدى السنتين ونص، لكن ما فيش واحد فيهم لا ساحب سنجه ولا ساحب خرطوش ولا بيغلق. وده الواد واقف ودخل اداله بالعصايه وهو مجرد معدي، البنت معديه مسكها شدها من شعرها وجابها لمجرد ان هم شباب واقفين في اسطنبول بتركيا، في تركيا بالمنظر ده. اللي احنا شايفينه هو جزء من ده، يعني هنكمل مشاهده الفيديو اللي موجود معانا من تركيا. هسيبكم تشوفوه معانا كده. Beep, beep.